قبل الفراعنة الحضارة اللي غيرت تاريخ البشر. تعال أقول لك حاجة يمكن أول مرة تسمعها. قبل الأهرامات وقبل الفراعنة وقبل ما التاريخ يتكتب كان في حضارة سبقت كل ده. حضارة علمت الإنسان إزاي يكتب وإزاي يحكم وإزاي يحكي قصته. اسمها حضارة بلاد الرافدين، والغريب إن أسرارها لسه متخبية لحد دلوقتي. بين نهرين دجلة والفرات ظهرت أول مدن في تاريخ البشر. ناس ما كانتش عايشة تصطاد وخلاص، لا، زرعوا وبنوا وكتبوا وحكموا. هنا ظهر اسم سومر، حضارة ما كانتش أسطورة ولا خيال، دي حقيقة مكتوبة على طين. قبل الورق وقبل الكتب وقبل الحبر كان في حاجة اسمها الكتابة المسمارية، علامات تنحفر على ألواح طينية، مش شعر مش أدب، قوانين، تجارة، ديون وحياة يومية. يعني ببساطة التاريخ بدأ هنا. والسؤال الغريب، إزاي حضارة قديمة تسبق عصرها بالشكل ده؟ بعد سومر ظهر اسم حمورابي، ملك قرر يعمل حاجة ما حصلتش قبل كده. كتب القانون على حجر، مش سر مش تعليمات للملوك، لكن قوانين للناس، عين بعين وسن بسن. قانون قاسي بس واضح. والأغرب فكرة القانون المكتوب اللي العالم كله ماشي بيها لحد النهاردة بدأت من هنا. هنا القصة بتخوف شوية. ألواح سومرية بتحكي عن طوفان دمر العالم، مياه غرقت الأرض وناس ماتت، وبطل واحد اسمه جلجامش نجا. القصة دي اتكتبت قبل التوراة وقبل الإنجيل وقبل القرآن. والسؤال اللي يقلب الدماغ، هل دي صدفة ولا أصل قصة نوح؟ آلهة الرافدين مش زي اللي نعرفهم، آلهة بتغلط وتغضب وتعاقب، سماء وأرض وعالم سفلي. وفي نصوص بتتكلم عن كائنات نزلت من السماء وعلمت البشر. علماء يقولوا دي أساطير، بس الغريب الأساطير دي مترابطة ومتكررة في حضارات كتير. وفجأة حضارة سيطرت على العالم اختفت، مدن انهارت، لغة اندثرت، وآلهة اتنست. ليه؟ حروب، جفاف، ولا سر احنا لسه مش فاهمينه؟ حضارة علمت البشر كل حاجة ومشت وسابت السؤال. حضارة بلاد الرافدين مش مجرد تاريخ، دي رسالة بتقول إن العظمة ممكن تختفي والعلم ممكن يضيع لو ما تحفظش. والسؤال الحقيقي، هل إحنا بنتعلم من اللي فات ولا بنكرر نفس النهاية؟ لو النوع ده من القصص لمسك، تابعني، اللي جاي أعمق وأخطر.